تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده يوم جديد برزق جديد، ربنا يرزقنا خيره وبركته. تعالوا يلا كلنا قبل ما نبدأ نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويلا بينا نسمي بالله ونبدأ الفيديو. ده فطاري النهارده. كنا جايبين الحاجات دي من قبلها بيوم. احنا بنسميها هنا عندنا كعب الغزال، بس لقيت في اماكن تانية بيسموها قراقيش. مش عارفة، هي القراقيش عندنا بتبقى من غير عجوة او من غير ملبن، دي اسمها كعب الغزال. فهفطر النهاردة من كعب الغزال. وده كان نسكافيه، كنت ضاربة كده كمية مع بعض وحطها في علبة في الفريزر. هبقى اشارك معاكم فيديو ان شاء الله بضربها ازاي، هي سهلة جدا. هقول لكم برضو دلوقتي على طول عشان اللي عاوز يعمل زيها. نص كوباية من النسكافيه البلاك وعليهم نص كوباية من السكر وزيها مية. بنضرب كل الحاجات دي كده مع بعض بالمضرب الكهربائي العادي. وبعد كده لما بيعمل فوم كده ما بياخدش 3 دقايق بالظبط او 5 دقايق بالكتير قوي، بتلاقيه عمل فوم كده معاكي. وبعد كده بتحتفظي بيه بعلبة في الفريزر، بيقعد فترة مش بيحصل له اي حاجة خالص. انا باخد بالمعلقة كده على قد الكوباية اللي انا هشرب فيها النسكافيه. وبتعمل معايا كده فوم حلو قوي زي ما انتوا شايفين. جربوا الطريقة دي انا بعملها من زمان قوي، من قبل ما يخترعوا مضرب مخصص للنسكافيه. بعملها بالمضرب الكهربائي كمية كده وبحتفظ بيها وباخد على القد. فطرت بقى الحمد لله وقلت اقوم اشوف الغدا هعمل ايه. النهارده هعمل غدا خفيف كده ظريف. هعمل مكرونه وفراخ مشويه، هي صدور مشويه. بصوا بقى انا بسلق المكرونه ازاي. بحط الميه عادي وبحط عليها ملح وزيت. طبعا في ناس هيقولوا لي ايه ده انتي بتحطي زيت ازاي على الميه؟ الزيت اصلا مش بيمتزج مع الميه. احنا اخدينها من بدري يعني في المدرسه، من واحنا لسه صغيرين، ان الزيت مش بيمتزج مع الميه، بيطفو على الوش من فوق. بس يا جماعة انا مش حاطة الزيت علشان المية، انا حاطة الزيت عشان المكرونة، هو اكيد هيلامس المكرونة فبالتالي مش هيخليها تعجن. فجربوا بس ان انتوا تحطوا سنة زيت بسيطة مع المية وهي بتغلي، وبجد هتلاحظوا فرق شاسع ما بين المكرونة اللي انتوا عملتوها بزيت وما بين المكرونة اللي مش محطوط ليها زيت. هتلاقوها سهلة كده معاكوا. وشفتوا انتوا فلفلة الرز بتبقى عاملة ازاي؟ هي هتبقى كده بالظبط، مش هتعجن معاكوا ابدا، هتبقى بالواحدة كده معاكم. وبعد بقى المكرونة اتسلقت 9 دقايق كده على النار، مش بخليها تستوي قوي برضو. بحط مصفة المكرونة في الحوض وبفتح عليها المية، وبعد كده بنزل المكرونة وهي سخنة كده من الحلة على المصفى على طول. وما تنسوش طبعا تسموا الله قبل ما تعملوا كده. والحنفية برضو اللي احنا فتحناها الاول قبل ما ننزل المكرونة من الحلة، دي علشان تعادل درجة الحرارة اللي نازلة على المواسير وما تبوظلكيش لا قدر الله الكوع بتاع الحوض. فبكده المية مش هتنزل سخنة، تبقى نازلة معتدلة كده ومش هتعمل اي مشاكل ان شاء الله. هسيب بقى المية شوية كده على المكرونة طبعا وانا بقلب فيها بالمعلقة علشان كل المكرونة اوقف السوا بتاعها. والخطوة دي برضو مش بتخلي المكرونة تعجن معاكي خالص. في نفس الحلة اللي انا سلقت فيها المكرونة طبعا هكون منشفة المية منها جدا، هحطها كده على النار شوية. وبعد كده هحط لها شوية من الزيت وفصين من الثوم مفرومين،
وهسيبهم كده. هشوح التوم شوية لحد بس ما لونه يصفر شوية. وبعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الصلصة. صلصة المكرونة انا بحبها متصفية علشان تديكوا نتيجة كده كأنكوا بصوا عاملين المكرونة شبه اللي بتتقدم في المطاعم بالظبط. لازم المكرونة تتصفى، ما يكونش فيها اي تفل كده من الطماطم او بذور. طبعا انا ما بصفيش الطماطم في اي اكل تاني، هي بس المكرونه. احنا عارفين ان قلب الطماطم وقشره الطماطم ليها فوائد حلوه جدا للقلب. فانا مش في العادي يعني بصفي المكرونه بصراحه، يعني في المحشي وفي كل الاكلات بسيب فيها الطماطم عادي، مش بصفيها. هي بس المكرونه علشان يبقى شكلها وطعمها حلو وما يكونش فيها قشرة طماطم واحنا بناكلها زي ما قلت لكم. وبسيبها كده بس تتشوح، يعني بقلب الصلصة اللي انا حطيتها تشويحتين كده على النار. خاصة لو بتستخدمي صلصة علب لازم تشوحيها كويس جدا على النار، علشان بتنزل المادة الحافظة. كل ما الطماطم بتتحور على النار كل ما بتنزل المادة الحافظة بتاعتها. بزود لها بس نص كوباية مية لكوباية مية. وبعد كده بديها كده غلوة بسيطة صغننة خالص على النار، وبحط لها الملح والفلفل الاسود والكمون. وبعد كده بنزل المكرونة وبقلب المكرونة في الصلصة. وعايزة اقول لكم بقى هتدوقوا احلى مكرونة بالصلصة كلتوها في حياتكم. المكرونة هيبقى لونها احمر وجميل قوي بسبب التركية اللي احنا عملناها، ان احنا صفينا الطماطم منها. وهيبقى كأنك جبتيها من بره بالظبط واحلى كمان. فاكرين بقى صدور الفراخ اللي كنا نقعينها امبارح في التتبيلة؟ اخدت جزء عملت منها كريب، والجزء التاني قلت لكم هعملها الغدا بكرة. عاوزة اقول لكم بقى عملتها مشوية كده على الجريل علشان منقوعة في التتبيلة من قبلها بيوم في التلاجة. فشربت بقى منها وبجد طعمها تحفة جدا. فخورة بنفسي قوي يا جماعة. ضربت عصفورين بحجر. حطيت الفراخ علشان تتعمل غدا اللي هو كان امبارح، وتقعد كمان لغدا النهاردة. فتقدروا بقى تستغلوا الفكرة دي بقى في اي حاجة، يعني ممكن تعملوا مثلا اي حاجة تجهزوها لغدا بكرة من غدا النهاردة. يعني مثلا الناس اللي مش بتحب الرز بايت ممكن تعمل الطبيخ عادي جدا، تطبخ النهاردة وتعمل رز على القد النهاردة، بس تخلي بقى طبيخ يقعد زيادة معاها لتاني يوم، وتعمل رز جديد عادي جدا. استغلي بقى الافكار اللي زي كده، بتوفر عليكي بقى مجهود ووقت. والوقت اللي انتي وفرتيه ده بتعملي بقى فيه اي حاجة تانية في البيت انتي محتاجاها، وكنتي مثلا مش قادرة تعمليها بسبب ضيق الوقت عندك. فهي فكرة حلوة يعني بتعجبني بصراحة، وبعملها اوقات كتيرة قوي. بصوا هنا حطيت الجريل تسخن، وحطيت عليها شوية من الزيت صغيرين جدا ومكعب زبدة. الزبدة هنا معانا اساسي، بس ما حطيتهاش لوحدها علشان ممكن تتحرق، فحطيت لها شوية زيت. استنيت لحد ما الزيت والزبدة يسخنوا، وابتديت ان انا انزل صدور الفراخ واحدة واحدة كده. اهم حاجة ننزلهم واحدة واحدة علشان ما نقللش درجة حرارة الجريل. ولو درجة حرارة الجريل قلت الفراخ ممكن تنشف معانا. فاللي عايزينها بقى طرية وجوسي كده من جوه لازم درجة حرارة الجريل تكون سخنة. وتنزلي كده قطع الفراخ واحدة واحدة، لقيتيها الحرارة قلت بتستني شوية لحد ما ترجع تعلى تاني، وتحطي بعد كده قطعة الفراخ التانية. هنستناها تاخد بس لون كده من على الجنب الاولاني ده، ممكن مثلا 5 دقايق على نار عالية، وعلى الناحية التانية مثلا 3 دقايق او حاجة. وبعد كده بقى تقفلي عليها الجريل وتوطي عليها تستوي براحتها خالص. دي طريقة تسوية صدور الفراخ المشوية على الجريل. بتطلع حلوة حلاوة مش طبيعية، بتدينا طعم كده وريحة الشوي، وبتاخد كمان علامات الشوي من بره، وبتبقى طرية من جوه حلوة جدا. واحنا بنحبها قوي، يمكن كمان بنحبها اكتر من البانيه. يعني ولادي كانوا بيحبوا البانيه علشان الفيجيتار بيبقى كريسبي وكده. وطبعا اي حاجة متحمرة في الزيت بتبقى خطيرة كده وبنحبها، هي مش صحية بس بتبقى لذيذة قوي.
فطبيعي يعني ان احنا بنحب الحاجات اللي هي بتبقى زي كده. بس من بعد ما جربت الوصفة دي انا بصراحة معتمداها من زمان جدا، بس ما كنتش بعملها كتير. فلما عملتها بقى ولقيتهم بيحبوها فبقيت بقى اعملها كتير اكتر من البانيه العادي اللي هو بيبقى معمول بالفيجيتار. النهارده بقى هنتغدى لوحدنا، جوزي في الشغل. ف ما كانش عندي اي حاجة خالص من حاجة السلطة، عايزين نبقى نجيب. فطبعا بما ان جوزي في الشغل فاكيد ما فيش حد هيعرف ينزل يجيب لي حاجة السلطة. فقلت لهم خلاص بقى هحط لكم فلفلاية. كان عندي فلفلاية واحدة بس رومي، وكان عندي فلفل شطة كتير. طبعا هم مش بياكلوا الفلفل الشطة. فحطيت لهم كده فلفل رومي قطعته لهم وحطيته. وانا طبعا انتوا عارفين بقى مين اللي هياكل الفلفل الشطة. هو بصراحة بيفتح النفس جنب الأكل كده، بيبقى طعمه حلو قوي. بصوا أنا حسيت كده اللحظة بتأنيب ضمير إن أنا عاملة الأكل النهاردة من غير أي حاجة خضراء أو من غير سلطة. بس دي حاجة طبعا أنا مش بعملها كتير لأن مش بحب كده. لازم الأكل برضو يكون العناصر الغذائية بتاعته متكاملة علشان جسم الولاد يتبني صح. واحنا الكبار برضو اكيد هنبقى محتاجين العناصر الغذائية الكاملة علشان نقدر نستمر كده بقوة وصلابة. بس اكيد يعني تفكيري زي اي ام في الدنيا، اللي هو انا هستحمل عادي، انا كبيرة خلاص جسمنا اتبنى من بدري، هما لأ. في الفترة اللي احنا فيها دي احنا دلوقتي بنبني انسان. طبعا مش هينفع ان هو يبقى هزيل يبقى ضعيف. فلازم نهتم بحتة الاكل دي. مش كل حاجة في الحياة الاكل والشرب والكلام ده، بس برضو هي عامل اساسي في حياتنا. فبلفت نظركم برضو بالنقطة دي. اهم حاجة اهم حاجة في الدنيا كلها ان الاكل يكون فيه حاجات خضراء. الحاجات الخضراء اهم من البروتين. طبعا البروتين مهم وكل حاجة، بس بيتاخد بنسبة قليلة. فمش زي الخضار بنبقى عايزينه بكمية اكبر علشان تساعد جسمنا على النمو يعني، او جسم الولادة الصغيرة على النمو. فطبعا البروتين مهما عملنا او مهما كترت فيه، مش الجسم مش هيحتاج غير النسبة اللي هو محتاجها بس. والباقي طبعا بيتخلص منه ده لو انت اديتي بكميات كبيرة. اللي الجسم بقى بيبقى محتاجه اكتر هو الخضار، ده اللي انا عايزة اوصله لكم يعني. فده كان غدانا النهاردة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. طبعا انتوا عارفين بقى طبق مين ده اللي عليه قرن الشطة الكبير ده. انا بصوا عشقي كده الاكل يبقى سبايسي، بس طبعا في حاجات كتيرة جدا او في اكلات كتيرة جدا ما بقتش اعملها سبايسي زي الاول علشان الولاد. فالحاجات اللي هي بتبقى منفردة دي لو قدرت بقى اعمل كده بعمل يعني. طالما مش قادرة احط في المكرونة نفسها شطة، يبقى خليه كده على جنب بقى، يبقى ليا انا بس. وطبعا النهاردة قلت هعمل لهم عصير، واطلع كده علبة رمان من اللي انا كنت شايلاها في الفريزر. قلت اظبطهم عصير بقى، مش هيبقى ولا خضار ولا فاكهة ولا اي حاجة كده النهاردة. فهعمل لهم عصير عشان ما يقولوش بقى ايه ماما بتطلقنا وبابا مش موجود. هو برضو يا جماعة انا مش بتصلق او بكروت وبابا مش موجود، لا. انا بيبقى ليا نظرية. يعني اليوم مثلا اللي بابا موجود فيه في البيت بنعمل غدا كويس ونتغدى كلنا مع بعض. بنطبخ مثلا، بنعمل حاجات حلوة كده اللي هي بتاعت التجمعات دي. عارفين الاكلات اللي احنا النهاردة متجمعين فهنعملها. غير بقى وهو مش موجود بحس ان انا عايزة اعمل الاكل بسرعة كمان علشان يلحق ياخد منه او ياكل منه. يعني اللي هو بيبقى الموضوع برضو بسرعة بسرعة علشان يلحق. فمش هينفع بقى ان احنا نقعد بقى ونتلم ونعمل بقى حاجات محمرة وحاجات مش عارفة ايه الكلام ده يعني. بيبقى اكل سريع اكتر اللي هو ما بياخدش وقت. بصوا يا بنات، ده عصير الرمان. طبعا انتوا عارفين ان عصير الرمان بحط معاه بنجراية او قطعتين كده من البنجر، مش لازم بنجراية كاملة يعني. وبحط له السكر عادي والميه عادي وبضربه في الخلاط وبعد كده بصفيه. اهم حاجه ان هو يتصفى علشان البذر اللي فيه. وكمان البنجر ممكن يبقى يعمل زي قطع كده او تفل، فلازم طبعا يتصفى كويس العصير.
عاوزه اقول لكم بقى ان العصير ده مفيد جدا، وبكده بقى انا اكون ريحت ضميري، اديت لهم اهو فيتامين برضو ومعادن كده جسمهم اكيد محتاجها. الرمان والبنجر فيهم نسبة حديد عالية جدا، وكمان لما بيبقوا مع بعض بيعززوا بعض، فالقيمة الغذائية بتاعتهم بتعلى اكتر. فطبعا ما شاء الله بجد حاجة ممتازة جدا، سبحان الخلاق. انا الفكرة دي بقى معتمداها كل ما اعمل اكل مثلا واحس ان انا قصرت في عنصر من العناصر الغذائية، او في حاجة ناقصة في الاكل، بعمل كده. بيبقى فيه مثلا فاكهة بتبقى بديلة للحاجة دي. ده بالنسبة لو قصرتي في عنصر الخضار. طيب لو قصرتي بقى في البروتين بتعملي ايه؟ لو النهاردة مثلا عملت الغدا بتاعي من غير بروتين، بعوض بقى في الفطار او في العشاء ازاي؟ ببيضة. البيضة بتعادل برضو ال- البروتين اللي احنا بناكله، وفي نفس الوقت سعرها طبعا اقل كتير جدا من الفراخ او اللحوم. المهم ان يكون على مدار اليوم كله اخدنا كل العناصر الغذائية اللي محتاجها الجسم. صبت لهم بقى العصير والحمد لله شربوا، واحنا كده يبقى اتغدينا واتبسطنا، وكمان شربنا عصير. نخش بقى نشوف مواعيننا وما نكسلش. بصوا يا بنات، انا هرد هنا على سؤال متابعة كانت بتقولي طب طالما انتي عندك غسالة اطباق ليه بتقفي تغسلي المواعين على ايديكي؟ بصوا يا بنات، هو مش كل حاجة بغسلها طبعا في غسالة الأطباق، في حاجات معينة بتتغسل فيها. زي ايه؟ زي الكوبايات الازاز مثلا، او اي حاجة ازاز، اطباق مثلا، الكلام ده كله. انما التيفال انا بصراحة بخاف جدا احط في الغسالة، لان حطيت قبل كده طاسات جرانيت طلعت متجرحة. الألمونيا ما بتتحطش في الغسالة، علشان بتطوص كده وتعمل زي جنزرة كده في الألمونيا، فطبعا من الألمونيا مش بتتحط. طيب المعالق مثلا الخشب برضو بتطلع بايشة. انا كان عندي بلانشة خشب كده كنت بحبها جدا، كنت بقطع عليها وكنت معتمداها بصراحة في كل حاجة. حطيتها بقى في الغسالة على عدم دراية مني، طلعت بايشة خالص، والخشب طالع بيتكسر كله بيتقطم فباظت. المعالق الخشب برضو زي ما قلت لكم انا بخاف بقى، بخاف دلوقتي احط المعالق الخشب. ممكن تقولي لي دي معالق يعني مش هيحصل لها حاجه، بسيطه، بس خلاص بقى عندي فوبيا بقى من ساعه ما شفت المنظر بتاع البلانشا ده، وانا حرمت بصراحه احط اي حاجه خشب تاني. زي ما قلت لكم في حاجات بسيطه اللي بتتحط فيها الازاز، المعالق. فعلى ايه بقى يعني؟ انا مش عندي عزومه عشان اكوم اطباق عندي واقوم حطاها في الغساله، لا، هما طبقين بس اللي بناكل فيهم، وبقيه الحاجه يعتبر حلل وحاجات تانية بقى بستخدمها، طاسات، صواني، الكلام ده كله، والحاجات دي ما بتتحطش في الغسالة، او لو اتحطت بتاخد مكان كبير. يعني انا غسالتي برضو مش كبيرة قوي، تقريبا 12 فرد او 14، فلو حطيت فيها حلة، ده لو انا مثلا مش خايفة على الحلة دي، مش جرانيت او تيفال، او مش خايفة عليها ان هي تتجرح يعني، لو حطيت فيها حلة وتسطين خلاص كده هي اتملت. هي مثلا ممكن تنفعني يا بنات، هي مش هقول ان هي ما بتنفعش، لا بتنفع، بس مثلا في وقت انا اكون عندي فيه عزومة، هستهلك اطباق كتيرة جدا، فهحطها طبعا في الغسالة هتريحني، هاخد وقت كبير جدا لو غسلتها على ايديا، يبقى وقت ومجهود، فهتوفر عليا كل الكلام ده. طيب لو مثلا انا تعبانة في يوم مش قادرة اعمل حاجة، مش قادرة اقف اغسل مواعين، هحط برضو فيها الحاجة وهريح دماغي. بس هي مش اللي هي، يعني انا بالنسبة لي انا مش حاسة ان هي مهمة لدرجة كبيرة. هي كويسة وكل حاجة برضو عشان ابقى قلت كل اللي يرضاه كده عليا ضميري، بس مش اللي هي جهاز اساسي في البيت بصراحة، انا حاسة كده. لو عايزين برضو تفاصيل اكتر عنها، انا كنت عاملة فيديو ريفيو كامل عن غسالات الاطباق والمسحوق اللي بستخدمه، كل حاجة عنها، كل التفاصيل اللي ممكن انتوا تقدروا تسألوا عنها هتلاقوها في الفيديو اللي انا كنت عاملاه ده، ريفيو كامل عنها، هبقى احطه لكم ان شاء الله في الديسكريبشن. فيبقوا شوفوه بقى، اللي ناوي كده ان هو يجيب غسالة اطباق يبقى يشوفه، وان شاء الله هتستفادوا منه يعني. وده ردي للي كانت بتسألني مش بتستخدمي الغسالة ليه. غسلت بقى المواعين الحمد لله، وشطبت كده المطبخ، وغسلت الحوض طبعا. مع كل غسيل مواعين لازم اخد كده الحوض معايا برضو،
علشان يفضل نضيف وبيلمع. كده الفيديو يكون خلص، ما تنسوش بقى تعملوا لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك بسرعة عشان ينور عيلتي الجميلة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.